أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج القضية. هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن كيان موجود في الجزائر اسمه اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الصحراوي. كان لفت انتباهي الأسبوع الماضي دعوة جات لأحد الزملاء من الصحفيين المصريين من سيدة تدعى هيفاء مساعدة. هيفاء مساعدة دي تعمل في كيان اللي اسمه اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وكان في مضمون الدعوة إنها بتقول اخبرونا بالدولة التي تريدون بها استلام الفيزا. يعني هم عارفين أن الدول لا تعترف بجبهة البوليساريو. كثير من الصحفيين رفضوا هذه الدعوات. ملف دعوة الصحفيين المصريين إلى زيارة مخيمات الذل والعار كانت مسكاة قبل كده زي ما قلنا في حلقات سابقة إننا لبيت الرشيد، وإننا تم منعها من دخول مصر. طبعا اللجنة قاموا بتغيير الشخصية وجابوا واحدة اسمها هيفاء مساعدة. قصة البوليساريو فضح أمرها هنا في مصر، والناس عرفت إنه دول عصابات وإنه اللي رايح هناك هيبقى في خطر على حياته. الصحفيين المصريين عارفين موقف الدولة المصرية وعدم اعترافها بجبهة البوليساريو، ولكن الأهم من ذلك اللي بيروح هو بينزل في الجزائر وبعدين بياخدوه على منطقة تندوف، وبعدين بيخرجوه من منطقة تندوف للمنطقة العازلة. ده بيخرجوه بدون ختم مما يشكل خطر على حياته، يعني لو تم قتله في هذه المنطقة ملوش دين. ولكن لب الحلقة النهاردة عايزين نتكلم عن هذه اللجنة. مين اللي بيصرف على هذه اللجنة؟ وهل هذه اللجنة لها ميزانية مفتوحة من الجزائر؟ وهل السيدة هيفاء مساعدة تابعة لجهاز أمني في الجزائر؟ فاحنا ده اللي عايزين نوضحه في حلقتنا عشان الصحفيين ما تقعش في فخاخ عصابة البوليساريو. اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي دي ما هي إلا لجنة مخابراتية من الجزائر، على حد علمنا إنه لها ميزانية مفتوحة من خزينة الجزائر، والدليل على ذلك الاحتفالات اللي بتعملها جبهة البوليساريو فيما يسمى بسفراتهم، كل ذلك على نفقة هذه اللجنة من إقامة وسفر. وإحنا شفنا الاحتفالات التحضيرية اللي عملاها عصابة البوليساريو في عدة دول ومنها كوبا. كل الاحتفالات دي بتكلف الخزينة الجزائرية من أموال الشعب الجزائري. ولكن اللي رايح هناك أو اللي رايح جديد ما يعرفش إيه البوليساريو، ما يعرفش إنه هو رايح عند عصابات مسلحة ما هم إلا مجموعة من الهمج وقطاع الطرق. والدليل على ذلك اللي بيعملوه مع القوافل التموينية اللي بتيجي لبعثة الأمم المتحدة شرق جدار العازل. عصابة البوليساريو بتقوم بمنع هذه القوافل أو الاستيلاء عليها، وحذرتهم الأمم المتحدة أكثر من مرة من هذه التصرفات الهمجية. السؤال هنا، ليه الشعب الجزائري ساكت على مليارات الدولارات اللي اتصرفت على جبهة البوليساريو؟ يعني النهاردة احنا البوليساريو بتدعو صحفيين لحضور العيد 50 لإقامة الجبهة، يعني هم ليهم 50 سنة ما زالوا في تندوف ومخيمات تندوف. يعني اللي اتولد في وقت تأسيس الجبهة دلوقتي سنه 50 سنة، والصحراء ما زالت مغربية. المغرب قام بتعمير الصحراء، جعلها قطعة من أوروبا. يعني اللي يروح يزور العيون ولا الداخلة ولا المدن الجنوبية للمغرب بيحس بالتنمية اللي عملها المغرب. المغرب شغال على كل المحاور، شغال في التنمية من ناحية، ومن الناحية الأخرى دبلوماسية المغرب عرض جبهة البوليساريو وفضحتها للمجتمع الدولي. نرجع للجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي. اللجنة دي مسكها واحد اسمه محمود الصالح، وهيفاء مساعدة دي هي التي تتولى استقطاب الصحفيين من عدة دول، والصحفيين بيغرر بيهم لغاية ما يوصلوا الجزائر مش عارفين هم رايحين فين ولا رايحين يعملوا ايه. ولكن عصابة البوليساريو في الفترات السابقة ترنحت كثيرا وانفضحت أمام المجتمع الدولي. طبعا لو لاحظنا الأسبوع الماضي وفي شهر رمضان الاحتجاجات اللي اندلعت في المخيمات، في الطرف الآخر قام رجال جبهة البوليساريو بقمع هذه الاحتجاجات وسجن العديد من الشباب الذين اعترضوا على سياسات جبهة البوليساريو. واعتدى ما يسمى درك الجبهة على الخيام وقام بإحراقها في شهر رمضان الكريم. الإجراءات القمعية التي تستخدمها قيادات الجبهة ضد ساكنة تندوف لابد أن ينظر إليها المجتمع الدولي، ولابد أن تطرد هذه العصابة من
الاتحاد الأفريقي، لأنه جبهة البوليساريو الجميع أدرك ما هي إلا عصابات مسلحة بيتاجروا بالمحتجزين في مخيمات تندوف. ومن هذا المنبر بنأكد أنه كل يوم في احتجاجات في مخيمات تندوف بيقابلها إبراهيم غالي وعصابته بالقمع المفرط، وبذلك نحذر الصحفيين اللي بتجيهم دعوات من جبهة البوليساريو أو من أي جمعية مجهولة ما يروحش، لأنه بيعرض حياته للخطر. وبنوجه رسالة للشعب الجزائري بنقول له المفروض تتحرك ضد قياداتك اللي بتصرف مليارات الدولارات على عصابة البوليساريو. عصابة البوليساريو ليها 50 سنة ولم تتقدم متر من مخيمات تندوف، فلماذا تصرف مليارات الدولارات من جيوب الشعب الجزائري على عصابة البوليساريو؟ فالشعب الجزائري أحق بهذه المليارات في التنمية، ولكن القيادة الجزائرية مصرة على التمادي في إنفاق مليارات الدولارات على هذه العصابة، حتى لو كان هذا الأمر على حساب تنمية الجزائر وعلى حساب الشعب الجزائري. وفي نهاية الحلقة نقول للشعب الجزائري: لماذا تسمحون بإنفاق أموالكم على عصابات مسلحة؟ والمغرب عمر صحراءه وما زالت البوليساريو موجودة في تندوف. انتظرونا في حلقة قادمة.